بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة التانية من حلقات الشرح ال PLC على برنامج الأيدك. أنا اسمي محمد سعيد، طالب سابق بهندسة المطرية جامعة حلوان، أجدع كلية هندسة في العالم. دلوقتي هنبتدي نشرح ال يعني الجيتس. احنا قلنا الأند جيت إن أنت يبقى عندك two inputs بحيث إن هو يطلع output واحد، وعندك الأور جيت بحيث إن أنت عندك two inputs، يا ده يشتغل يا ده يشتغل بحيث إن هو يشغل الأوتبوت. وعندك النوت جيت بحيث ان انت هو الاوتبوت بيفضل شغال، بحيث ان انت لما تدوس الاوتبوت يروح قافل. حاجة بقى جميلة تالتة ورابعة، قصدي رابعة وخمسة، انا اسف، الناند جيت NAND اللي هي not and، والنور جيت. فدلوقتي هنعمل بس كذا صف كده جميل. ف زي ما قلنا بنعمل بيزك عادي جدا، ونحط هنا اللي هو النورمالي اوبن اي واحد كومنت بutton واحد، وهنا اهو نعمل كوبي ونغير بس خلي اي اتنين وباتن اتنين، وده الاوتبوت كيو واحد لايت واحد. والفكرة بقى ان انت ده هيبقى input، فاحنا قلنا ان ده هيبقى input، قصدي اللي هو اللايت واحد ده هيبقى input، فده هنغيره هيبقى كيو واحد، فهتلاقي ده اللايت واحد، او ده هنسميه حاجة اسمها latch. اللاتش ده يعني زي ما اقول ايه، مثلا انا دلوقتي هعدي الشارع، دلوقتي لما اعدي الشارع هدوس على زرار بحيث ان الزرار ده يروح موقف مثلا العربيات، يروح عامل اصفر وبعدين يروح عامل احمر بحيث ان هو يوقف العربيات، بحيث ان انا اقدر اعدي الشارع. لاتش يعني خطوة بتودي لخطوة تانية. والاوتبوت هيبقى اللايت واحد مثلا، هيبقى هنا ده كيو اتنين مثلا، وفي كيو زيرو ممكن تعمله كيو زيرو، بس احنا خلينا في كيو اتنين. ده اللايت واحد، وهنشيل كل ده عشان ملوش أي ستين لازمة. أتأكد إن مفيش حاجة تحت. تمام. بس فهنجرب السيميوليشن. في غلطة ألا وهي إن هنا هنحطها هنا عشان بيعمل ايرورز اللي هو السهم ده. فدلوقتي ده الاتنين شغالين. لا أنا آسف، الناند اللي هو المفروض ده يبقى ده كلوز، أنا آسف معلش أعتذر. فدلوقتي اللايت واحد شغال، بحيث إن أنا لو شغلت ده مش هيشتغل، لازم الاتنين يشتغلوا مع بعض عشان يروح قاطع. ده اسمه الناند جيت. عندك بقى حاجة تانية اسمها النور جيت. هناخد كل الخط ده نحطه هنا، وناخد دي نحطها هنا، وتطلع فوق وتمشي شمال تقفل بالشيفت، كل ده شيفت وأسهم، هتلاقي نفسك بتعمل خطوط عادي جدا، وتشيلها تاني مش مشكلة. بس دي اللي هو النور، تعمل سيميوليشن ده شغال اهو لغاية ما شغل ده أو ده هيروح هيقطع. فدلوقتي هو شغال لي اللايت ده شغال لي ليه شغال؟ عشان دي كلوزد، بمعنى ان هو السلك ده مقفول وبيوصل على اللايت ده، فعشان كده هو شغال. ده الناند جيت والنور جيت. آه عندنا بقى نشتغل بقى على التايمر. اهم حاجة في الليلة دي كلها التايمر. دلوقتي مثلا عندنا اور عندنا زرارين بحيث ان احنا عايزين نشغل، يعني بحيث ان انا ادوس مثلا على الزرار ده مثلا او الزرار ده، وعايزه يشغل لي اللمبه اللي هي كيو واحد اللي هي اللايت، قصدي كيو اتنين اللي هو لايت 1، بعد تايمر كذا، بعد مثلا 5 ثواني. نخش على البيزك، طلع لنا تايمر
هنختار ال TML اللي هو 1 second timer وندوس هنا. هنا بقى التاج نيم اللي هو T، بنقول T نرمز للتايمر 1. كومنت مثلا تايمر 1، ممكن تكتب كومنت او ممكن ما تكتبش، دي موضوع يرجع ليك يعني. البريزت ده اللي هو الوقت اللي انت عايزه، بما انك اخترت اليونت TML اللي هي 1 second، دي اليونت. ممكن تختار اليونت بتاعتك 100 ملي سكند، 10 ملي سكند، 1 ملي سكند لو حاجة فعلا سوبر فاست يعني. فال TML انت اخترت 1 سكند، فانت تقول 5 ثواني، دوست انتر. دلوقتي لما اجي اعمل سيميوليشن، اللايت ده مش هيشتغل غير لما ادوس على ده او ده بutton 1 او button 2 بعد 5 ثواني. دلوقتي نجرب ندوس button 1، اشتغل، ادي التايمر شغال، 4 3 2 1 0 راح شغال. تمام. نقفله هيروح قافل تاني. نخش على button 2 نفس الكلام، 5 4 3 2 1 0 هيروح شغال. تمام. عندك بقى التايمر كذا نوع، بس هو ده النوع اللي بيستخدم منه، يعني ان انت يبقى عندك يعني تايمر بسيط اللي هو السنجل تايمر. تعالى مثلا، تعالى نعمل حاجة بسيطة جدا، ان انت مثلا عايز تعمل اشارة مرور، و عايز تعمل اشارة مرور بحيث ان انت تخلي التايمر مثلا ده اللون الاخضر، مثلا ده اللون الاخضر، مثلا Q1 ريد، مثلا النور الاحمر قصدي مثلا، وناخد نفس اللاين ده كله كده كوبي، ونحطه هنا ونحطه هنا. اسف معلش، تاني نحطه هنا، نحطه هنا، بحيث ان احنا هنعمل دلوقتي حركة بسيطة جدا، اشارة المرور. دلوقتي بutton 1 هيشغل، بعد بutton 1 هيشغل السيستم كله. تعالى ده نسميه سيستم on slash system. الاي 1 ده للسيستم، هيشغل الزرار اللمبة الحمراء. دلوقتي لما اللمبة الحمراء تشتغل، هناخد اللاين ده كده، وهنخلي دي Q1 زي ما قلنا ان احنا ممكن نخلي الاوتبوت الاولاني يبقى input للخط التاني. فلما السيستم يشتغل هيشغل النور الاحمر، والنور الاحمر في الخط التاني هيشغل مثلا الايه النور الاصفر يلو مثلا بعد تايمر. ناخد التايمر ده كوبي، اسهل لنا، تايمر 5 ثواني. ماشي. ناخد بقى اللي هو الانبوت اللي هو التاني اللي هو اليلو ده اللي هو Q2 اللي هو هيطلع لي يلو بعد 5 ثواني. يروح عامل ايه؟ عامل حاجتين. هي الفكرة ان انت هنا، انا دلوقتي عملت غلطة بسيطة، ان انا دلوقتي هسيب الاحمر شغال مع الاصفر، فهنضطر ان احنا نعمل حاجة جميلة جدا، ناخد الصف ده كده وننزله تحت، وممكن بقى يا اما نستخدم الست، وده اللي انا بفضله الصراحة، ان احنا ده يفضل شغال، وده برضه خليه ست يفضل شغال، واعمل له اور مع الايه اعمل ريست، انا اسف، انا اعمل ريست للريد، اعمل ريست للريد. يعني مثلا دلوقتي تعال نجرب بس من غير، عشان انتوا شكلكم تهتوا مني بسببي، انا فعلا تعبان شويه. المهم ان انت عندك دلوقتي سيستم، مفيش حاجه شغاله خالص دلوقتي. عندك السيستم هيشغل الاحمر، ماشي، شغل الاحمر اهو، الاحمر ست والريست شغالين. بعد 5 ثواني الاحمر هيقفل والاصفر هيشتغل ست. تمام. تاني
دلوقتي الاصفر هيفضل شغال عشان خلاص انا دوست سيت. حتى لو خرجت من السيميوليشن ودخلت تاني، الاصفر يعني لازم بيفضل شغال في البي ال سي يونت. انما في السيميوليشن انت خرجت ودخلت تاني، ده بيبقى حاجه تانية. النقطه ان انت لما تعمل سيستم تاني اهو، الاحمر اشتغل اللي هو ريد اللي هو كيو واحد، بعد 5 ثواني هيروح الاصفر شغال والاحمر مقفول. تعالى بقى نرجع الايه، الخطين دول. دلوقتي احنا قلنا لما الاصفر يشتغل بقى بعد 5 ثواني يروح قافل الاصفر، عامل ريست للاصفر، زائد هنا هتحط هنا بقى معلش ثانية واحدة، هتعمل هنا بقى ست للاخضر اللي هو كيو 3 مثلا، جرين. المهم ان انت دلوقتي عندك السيستم هيشغل الاحمر، ولما الاحمر يشتغل بعد 5 ثواني هيروح مشغل الاصفر وقافل الاحمر، ولما الاصفر يشتغل بعد 5 ثواني هيروح قافل الاصفر ومشغل الاخضر. بعد ما يشتغل الاخضر اللي هو هيبقى كيو 3 هنا مثلا، بعد تايمر نخليه 7 ثواني عشان يبقى فيه ديفرنس، وده نخليه 3 ثواني مثلا عشان مفيش لايت بيقعد كده اكتر من كده، ماشي. وبعدين هيروح راجع تاني للاحمر، او السيستم نخليه اي واحد. ما ينفعش طبعا تعمل الاوتبوت اسمه ايه، ما ينفعش تعمل الاوتبوت انبوت. يعني انت دلوقتي ينفع تعمل الاوتبوت انبوت، لكن ما ينفعش تعمل الانبوت اوتبوت، انا اسف. بس فالفكرة عندك هنا ان انت عايز تعمل لوب للسيستم ده. فانت عندك يعني حل بسيط جدا، ان انت تشيل السطور دي كلها، تشيل السطور دي كلها وترحلها سطر واحد تحت، وتعمل تركة بسيطة أوي بحبها جدا. تاخد بتاع ده كوبي، وتقول سيستم للسيستم، بحيث ان انت تعمل لوب، تاخد اللي هو اسمه ايه، الكيو واحد، وتشغله تاني. ثانية واحدة. طب انا هشرح موضوع اللوب ده بعدين عشان نخلص، بس عايز اوضح النقطة دي للناس عشان شكل الناس فعلا انتهت مني. المهم ان انت دلوقتي سيميوليشن معاك اهو، يا رب ارحمه. عندك الكاونتر ده ليه بقى عمل لي ايرور؟ عشان ده نفس الكاونتر، ما ينفعش، لازم يبقى تي واحد يبقى غير التي اتنين. ده التايمر واحد، ده التايمر اتنين، وده التايمر تلاتة. دلوقتي لما اعمل سيميوليشن المفروض ما يعملش اي ايرور. تمام. دلوقتي نطلع فوق، لا ده اشتغل لوحده، الله اكبر. عشان السيستم شغال لوحده، الله اكبر، ده جميل قوي. المهم ان انت عندك السيستم اهو هتشغل. سيستم الاحمر ما اشتغلش ليه؟ عشان انا عملت ست للون الاحمر من غير ما اشغله. لا أنا عملت حاجة ذكية جدا، عملت حاجة ذكية جدا ومش فاكر ايه هي. المهم ان انا هنا ما عملتش ريست. هنا الخطوة الأخيرة دي اللي غلط. هنا دي الخطوة الأخيرة دي اللي غلط. دي كان المفروض أعملها ريست للجرين. تمام. عشان هنا أنا كنت عاملها ريد ومش عاملها لا سيت ولا ريست، فكانت بتقفل على الريد اللي هنا والريد اللي هنا والريد اللي هنا، فعشان كده ما كانش الريد شغال. فالبي ال سي لازم تبقى واخد بالك انت حاطط خطواتك فين، عشان الايرورز البسيطة دي ممكن تضيع مشروع بحاله. تاني نبتدي اهو، السيستم شغلت اهو، الريد اشتغل تمام اهو، عشان هنا دي في ريست. الريد شغال لمدة 5 ثواني، قفل الريد دخل على اليلو لمدة 3 ثواني، وراح قفل اليلو ودخل على الجرين.
جرين 7 ثواني هيروح قافل. السيستم كله شغال في مفيش. السيستم بقى النقطة ان انت عايز دلوقتي تعمل لوب تخلي السيستم كله شغال ورا بعضه. فكرة اللوب بقى حاجة بسيطة جدا اسمها الانترلوك. يعني دلوقتي مثلا بدل ما اخليها بالست والريست واقعد اوجع دماغي بالست والريست، ممكن نخليها بفكرة تانية بسيطة جدا، بحيث ان انا مثلا بالتايمر مش مشكلة، دي هنخليها العادية اللي هو الاوتبوت. يا رب. المهم ان انت الانترلوك ده بحيث ان انت لما تيجي تعمل خطوة يروح قافل الخطوة اللي قبلها، وهوريكم مثال بسيط على الموضوع ده. خلينا في الكلام ده. ماشي، دلوقتي انت عندك ال آم، عندك اسمه ايه، عندك انت عايز تخلي الاحمر ده يشتغل، ولما الاحمر يشتغل لما اعمل ثانية واحدة نعمل input تاني. نشيل دي خالص، انا بس عايز اشرح الموضوع الانترلاك ده سيستم اللي هو بutton واحد. button دلوقتي عندك بutton واحد وعندك اللي بيشغل الريد، وعندك button اتنين اللي بيشغل اليلو. ماشي، انت دلوقتي عايز دولت زرارين مختلفين مالهمش دعوة ببعض خالص. دلوقتي button واحد هيشغل الريد عادي جدا، ولو قفلته هيقفل الريد. button اتنين يشغل اليلو ويقفل اليلو لو هو عايز. الفكرة بقى ان انا عايز مش عايز الريد واليلو يشتغلوا مع بعض بالمنظر ده. اعمل ايه؟ تركة بسيطة جدا، تروح عامل هنا closed normally closed input، ويبقى ايه الفكرة بقى بتاعته، ان انت تاخد الكيو اتنين وتاخد ده مثلا كوبي اهو وتخليه ده كيو واحد، بحيث ان ده لا يمكن يشتغل. يعني بحيث ان الريد لما ادوس مثلا باتن واحد اهو دلوقتي الايه الاتنين شغالين، باتن واحد اهو شايفين دلوقتي لا يمكن اليلو يشتغل مهما ادوس. لو دوست اليلو يشتغل مش هيشتغل مهما دوست. اهو دوست قفلت فتحت قفلت مش هيشتغل. نفس الكلام بالنسبة لليلو، لو انا شغلت اليلو اهو لا يمكن الريد يشتغل ابدا اهو خالص مهما حصل. فالانترلاك ده بحيث ان مفيش عملية توقف، او مفيش عملية تبقوا او عمليتين شغالين مع بعض، مفيش تو بروسيس شغالين مع بعض، يبقى يا ده شغال يا ده شغال. ايه تاني؟ انا ممكن ادي بس مثال بسيط عشان اشرح موضوع السيكونس اوف تاسكس ده. الاسانسير مثلا، انت دلوقتي الاسانسير انت دلوقتي في الدور الاول، وعايز تجيب الاسانسير من الدور التاني، والاسانسير من الدور الاول ما ينزل الدور الاول يروح فاتح الباب ويخش، انت تخش، وبعدين يروح قافل، تروح انت دايس مثلا على الزرار ويروح قافل الاسانسير وطالع للدور التاني. تعال نقول sequence of tasks. نفتح نوت باد. قلنا ان الاسانسير the elevator is in the second floor. انت دلوقتي call elevator to come in the first floor. لما تنادي الاليفيتور يروح نازل. elevator goes down
to the first floor. elevator stops at first floor. وبعدين elevator door opens. بعدين انت person press button. وبعدين elevator door close. بعدين elevator goes up. بعدين elevator stops in second floor. بعدين elevator opens door again. ده السيكونس اوف تاسكس، ان انت بحيث ان انت تفكر انا عايز اعمل ايه بالظبط. دلوقتي انا هنادي الاليفيتور من الدور التاني. دلوقتي الاليفيتور اللي هي الانيشال ستيت، الاليفيتور في الدور التاني، انا في الدور الاول هناديله ينزل لي الدور الاول، تروح الاسانسير يروح نازل من الدور التاني للدور الاول، وهو بينزل يروح واقف في الدور الاول، يروح فاتح الباب، اروح داخل دايس على زرار، يروح قافل الباب ويروح طالع يروح واقف في الدور التاني ويروح فاتح الباب تاني. تعالى نعمل الموضوع ده. دلوقتي احنا قلنا الاسانسير في الدور التاني. دلوقتي انا الزرار الاولاني اللي انا بدوس عليه عشان الاسانسير elevator goes down، فراح نازل. لما الاليفيتور بيجوز داون اللي هو Q1 يحصل ايه؟ elevator stops اللي هو Q2 elevator stops. لما الاليفيتور stops، لما الاليفيتور stops يروح فاتح الباب. دلوقتي ده Q3 elevator stops. ده Q2، انا اسف جدا. Q2 لما الاليفيتور يقف ويروح عامل اوتبوت تاني elevator opens door. لما الاليفيتور doors open تروح انت عامل input تاني I2 button to make elevator go up. يروح الاليفيتور go up. ده 4. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي. ماشي elevator go up. لما الاليفيتور يجو اب يروح طالع. انت هي الفكره ان انت زي ما بقول لك كده تعمل سيكونس. انت دلوقتي دوست ده راح مشغل ده راح مشغل ده راح مشغل ده راح مشغل ده. فكره سيكونس ان انت بتفكر ازاي تعمل مثلا علبه صلصه من معاك بس البرطمان. اول ما البرطمان يجي في النقطه مثلا كذا في سنسور مثلا موشن سنسور، اول ما ينزل عند النقطه كذا يروح منزل الصلصه. اول ما مثلا سنسور تاني يخش بعديه يروح مثلا قافل بالعلبه من بره، وبعدين لما يخش على سنسور تالت يروح قافل مثلا مغلفها بغلاف مش عارف امريكانا ولا اي حاجه. وبعدين يروح مثلا سنسور رابع يروح شايلها حاططها في مكان كذا. فهي فكره سيكونس اوف تاسكس. وده يعني كل الليله بتاعت البي ال سي. انت دلوقتي عندك انبوت معين هيخرج لك اوتبوت معين. والفكره في ان انت يعني مش عايز كذا بروسيس تخش في بعض، ممكن تستخدم الانترلوك. ولو في حالة ان انت عايز البروسيس دي تشتغل بعد تايم كذا تقدر تستخدم التايمر. وبس هي دي الحلقة بتاعت النهاردة ان شاء الله.
وزي ما يعني لو ليكوا اي تعليق على اللي حصل النهارده ده، يعني بسبب ان انا تعبان والساعه 1 بالليل. انا بحاول اساعد على قد ما اقدر، ودعواتكم يا جماعه، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم.